ده مش شخص طبيعي، ده شخص اتعلم ان الضعف بيجيب مكاسب. انتوا متخيلين؟ مخه بيقول له ان القوه يعني مسؤوليه ومحاسبه، لكن الضعف طبطبه وحقوق، لانه مش فاهم ان الحب اساسه اتنين شايلين بعض، مش واحد شايل والتاني بيعيط. عشان زمان التعاطف كان مساعد، بس دلوقتي بقى عند ناس اسلوب حياه. انا الفحيص وحولت البني ادمين والمواقف بتاعتهم لمنتجات، ورجعت عشان افحصهم. اهلا بيكم في مخزن الدنيا. الصندوق اللي اخترناه النهارده مختلف، مكتوب عليه من بره بالخط العريض: انا ماليش بخت، انا ضحيه المجتمع. أنا ضحية المجتمع. بس قبل ما نبدا رحبوا معايا بانيس اللي النهارده عامل فيها الشهيد، مقضيها شكوى. هو فعليا بيمص طاقة كل اللي حواليه. النهارده هنشوف عقلية الضحية دي هي قلة حيلة ولا مجرد تروما لابسة بدلة المظلوم. يلا نبدأ. الظاهرة دي بدأت من أيام جدنا الفحيص. الباشا الضحية القديم كان قاعد في الكهف، قرر إنه ما بيعرفش يصطاد. قال إيه؟ عشان النبلة بتاعته منحوسة. والنتيجة القبيلة صدقته وصعب عليها حاله وأكلته ببلاش وهو حاطط رجل على رجل. ومن ساعتها هو كل يوم بيقول لهم نفس الكلام. الإنسان بيحتاج التعاطف بطبعه، بس دور الضحية هنا تحول من احتياج للدعم لاستثمار في الوجع. أنت بتلغي مسؤوليتك عشان تبقى مجرد مفعول به طول الوقت، تبتز الناس عاطفيا عشان يشيلوا شيلتك. اخطر حاجه في عقليه الشخصيه الضحيه انها بتخليه شايف نفسه دايما مظلوم، فبالتالي عمره ما بيغلط. هو مش بيحكي لك مشاكله عشان يحلها، على فكره هو بيعمل كده عشان مرعوب من المسؤوليه. accountability. لو فشل في علاقه يقولك طرف تاني نرجسي، ولو ما لقاش شغل يقولك البلد دي كلها واسطه. هو مش بيدور على حل، هو دايما بيدور على مبرر يريحه، لانه اتعود يحرم نفسه من التحكم في حياته. طب هو في العلاقات بيعمل ايه؟ بيمص طاقتك. العلاقه مع الشخص ده بتبدا بان انت المنقذ. بتشوف شخص مكسور بتبقى عايز تعوضه عن قسوه الدنيا عليه، بس بعد شويه بتبدا مرحله الاستنزاف. تلاقيه بيحسسك بالذنب لو ضحكت وهو زعلان، بياخد كل وقتك في سماع كل الشكاوي بتاعته اللي ما بتخلصش. في العلاقات انت موجود عشان تطبطب وبس. شريك الحياه هنا بيتحول لممرض نفسي، ولما تواجهه يقلب الترابيزه ويقولك حتى انت كمان جاي عليا. هو مش محتاجك تحبه، هو محتاجك تحس بالذنب على طول، لانه مش فاهم ان الحب اساسه اتنين شايلين بعض، مش واحد شايل والتاني بيعيط. ونمسك الترند اللي بيدمر البيوت، فخ الام المضحيه اللي اتظلمت والراجل اللي البلد قفلت في وشه. في ستات شربت مقلب امينه للاخر، قررت ترفض اي حل لمشاكلها مع جوزها او اهلها. انا مغلوبه على امري، ماليش كلمه في بيتي، ضحيه اهلي اللي جوزوني. هي بتنهار وتعيط بالساعات عشان تفضل تاخد تعاطف جيرانها وعيالها، وتسمع جمله يا عيني دي شافت المر، المغلوبه على امرها. اما عند الرجاله فالموضوع بياخد شكل البطل المنحوس. انا البلد دي جايه عليا، انا مهدور حقي، انا عملت الفلان وما تمرش فيه. هو بيقرر يعيش دور الضحيه عشان يهرب من حقه انه كسلان او خايف من المواجهه. بيستخدم وجعه عشان يبرر ليه هو قاعد ليه في مكانه وما بيتحركش، ويحسس اهله وشريكته ان تقصيره ده مش ذنب، دي مؤامره كونيه ضده. البطل المنحوس. عقليه الضحيه هنا بتخلي الشخص ياخد حاجه اسمها المكسب الثانوي او السكندري جين، اهتمام وطبطبه وتبرير للفشل ببلاش من غير اي مجهود. يوصل لمرحله العجز المكتسب learned helplessness. بتلاقي شخص بيغرق بترمي له طوق النجاه، تلاقيه بيرفض يمسكه ويقول لك بص الميه بتعمل فيا ايه، عشان هو ببساطه لو مسك طوق النجاه اللعبه هتنتهي والناس هتبص في حته تانية. الاتنين بيوصلوا لنفس النتيجه، الاستمتاع بالوجع. بيعزلوا نفسهم عن اي حل حقيقي بحجه مفيش فايده، وده بيدمر ثقه ولادهم في المستقبل، لان العيال طالعين شايفين اهالي ضحايا للظروف مش نماذج للمواجهه. السوق مليان، بس دول اشهر موديلات عايشين في دور المظلوم حوالينا. مصاص الطاقه ذا انرجي فامباير، مبداه انا هشتكي لمجرد الشكوى. مجرد ما تقعد معاه تحس انك جريت ماراثون من كتر سحب طاقتك السلبيه، وعمره ما يرضى بحل تقوله له. وفي جامع الكوارث ذا تراجيدي وان اب، مشكلته انه لازم يكسب في اي مسابقه للنكد. تقول له انا مصدع يقول لك يا بختك انا ما نمتش من 3 ايام وعندي اشتباه في ورم. حياته بتقف لو حس ان حد موجوع اكتر منه. اللهم اشفي كل مريض، قول امين. وفي الشهيد المظلوم ذا بليم شيفتر، يعمل المصيبه لما تواجهه يقلب الترابيزه ويحسسك بالذنب، يغلط فيك وفجاه ينفجر ويقول لك لو كنتوا قدرتوني وريحتوني ما كنتش وصلت للمرحله دي. يا عم اتناجل. وعارفين الشخصيه بتاعت ايوه بس الصاحب اللي بيكلمك يعيط لك من مشكله، تدي له حل يقول لك ايوه فكره حلوه بس مش هتنفع عشان ظروفي غير ظروف، تدي له حل تاني يقول لك ايوه بس مش هقدر. هو بيلعب معاك بينج بونج عشان يعجزك مش عشان يحل. وفي شماعه الحسد اللي يسقط في الامتحان عشان ما ذاكرش ويقول لك العين صابتني ورب العرش نجاني، عشان يهرب من حقيقه انه مهمل. ويا سلام على متلازمه ما حدش حاسس بيا، اللي ينزل بوستات حزينه 24 ساعه ولما تساله مالك يرد بابتسامه مكسوره مفيش، اتعودت ابقى لوحدي. كرب صعب قوي، كرب. وهو من جواه مستنيك تحايل فيه لمده سنين. طب تعالوا ندخل جوه دماغ الشخصيه الضحيه. هو غلبان بجد. العلم بيقول ان دي حيله دفاعيه اسمها ريجريشن. الشخص ده مخه معلق على وضع الطفل اللي بيعيط عشان ياخد اهتمام على طول. ده مش شخص طبيعي، ده شخص اتعلم ان الضعف بيجيب مكاسب. انتوا متخيلين؟ مخه بيقول له ان القوه يعني مسؤوليه ومحاسبه، لكن الضعف طبطبه وحقوق. المسكنه المفرطه دي مش طيبه خالص. خلاص هو قرر انا هعيش مظلوم عشان اتحكم في كل اللي حواليا بالذنب. وعلى فكره ده اكتر شخص مستفيد من وجعه. عقليه الشخصيه الضحيه بتعيش في ابشع درجات الانانيه. هو ما بيشوفش وجع حد غير وجعه، ومستعد يغرقك معاه في بحر دموعه بس عشان يحس بوجوده. طيب ازاي نتعامل مع الشخصيه الندابه دي من غير ما نتعدى على حد؟ للشيك الضحيه
بطل تكون منقذ. لما يشتكي ما تدلوش حلول، قول له انا واثق انك هتعرف تحل ده لوحدك. حطه قدام مسؤوليته. وللشخصيه الضحيه اللي بنتكلم عليها النهارده، العلاج بيبدا بالاعتراف. جرب او جربي في يوم واحد ما تشتكيش فيه، يوم واحد ما تشتكيش، وتحمل نتيجه غلطه عملتها من غير ما تلوم حد. صدقني العالم مش متآمر عليك، العالم اصلا مش شايفك، كل واحد مشغول في حياته. طب هل ليه علاج؟ ليه علاج، بس بيبدا لما تدرك ان القوه والمسؤوليه مش حمل، دول هم اللي بيدوا لحياتك معنى. انك ترفض دور الضحيه وتقرر تبقى البطل، دي شجاعه اقوى 100 مره من ان انت تكسب تعاطف الناس بدموع كدابه. يعني ان انت تمسك دركسيون حياتك حتى لو هتخبط، احسن من انك تقعد في الكرسي اللي ورا وتشتكي دايما ان السواق بيوديك في داهيه. انت عارف ان الشماعه اللي انت بتعلق عليها اخطائك ومشاكلك عشان ترتاح مؤقتا هي نفس الشماعه اللي بتشنق بيها مستقبلك وتخليك محلك سر؟ العلاقات السويه هي اللي بتبقى سند وقت الشده مش استنزاف. لو لقيت نفسك بتشتكي طول الوقت وقافل ودانك عن الحلول، اعرف انك ادمنت دور الكومبارس في حياتك. في الكومنتات احكوا لي مين في حياتكم اللي عنده عقليه الضحيه دي وبيشفط الطاقه بتاعتكم، ويا ترى كم واحد من اللي بيتفرجوا عليا استسهل دور المظلوم لحد ما نسي انه يبقى بطل في قصته. وخليكم جاهزين عشان الحلقه الجايه هتكون مفاجاه. انيس النهارده اقتنع وقرر يبطل شحتف، بس قبل ما يمشي حب يقول لكم اللي بيرضى يعيش دور المفعول به ما يشتكيش لما الدنيا تفعل به اللي هي عايزاه. سلام يا انيس.